من فتره كده شفنا في ايفنت خوذه بتاعت ايرون مان، يعني تلبس كده الخوذه كانك لابس ايرون مان. والخوذه دي كانت شدت انتباهي قوي، انا كنت عايز بصراحه خوذه شكلها حلو علشان لو عايز تلبسها في اي ايفنت او اي وقت حلو يعني. والخوذه دي كمان ما تكونش مبينه وشك قوي عشان لو عايز تتحرك وتبقى براحتك كده. فدخلت على الابلكيشن اللي هو لقيت عليه الخوذه اسمه مومو ريسنج، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت، وطلبنا الخوذه. فالنهارده انا هوريكم الخوذه دي واوري لكم تقييم ليها سريع كده عشان لو عايزين تشتروها. طبعا انتوا عارفيني مجنون بحب اجيب حاجات كده اونلاين كتير، فدي الخوذه جت بالمنظر الجميل ده من حاجه اسمها ماسي باين. خلينا نشوفها وناخدها ونطلعها بره الكرتونه ونطلع بيها على الطريق ونوريكم الاخبار. طبعا انا طلبت اللون بتاع فيلم اسمه بامبل بي. بصوا يا جدعان، بصوا يا جدعان اللون، يا سيدي يا سيدي على الجمال، يا سيدي فيها فكره حلوه قوي. تعالى نطلع بره ونوريكم ايه الاخبار. ايه رايكم يا جماعه؟ شكلها حلو قوي الخوذه دي والفكره بتاعتها. طبعا الخوذه دي جايه من فيلم اسمه بامبل بي اللي هو بتاع ترانسفورمنس، فانا قلت اجيبها. فكره الخوذه دي فكره شو شويه، يعني لو انت رايح ايفنت بقى وعايز تدخل كده قبل الايفنت تلابس حاجه شكلها حلو، ماشي على الطريق جوه المدينه شكلها حلو، ففكرتها حلوه من شركه اسمها مش عارف ماساي دي باين ولا مش عارف اسمها ايه، وقلت اجربها. طبعا الفضول جابني. طبعا هي الفكره بتاعتها ان انت تقدر تشوف عن طريق العدستين دول، ودول ممكن يجوا فمي يعني لونهم اسود. طبعا في اشكال كتير جدا على ابلكيشن شفتها ممكن دي يجي اسود، اصلا انت دول ممكن تغيرهم لاسود. والفكره ان هم بيتفتحوا عن طريق ان شايفين الماسك ده، معلش انا بايد واحده، تتفتح كده زي ايرون مان. فكرتها جامده برضو، شايفين جو جامد بصراحه. طيب من جوه عاملينها ازاي؟ عاملينها زي ما تقول مخمل وجلد كده، وفيها طبعا الحزام اللي بيربط ده ومواصفاتها وشبكه. طبعا كل الفرش ده بيتشال بكليبسات اهو عشان تقدر تغسله لما يتوسخ. فهي نفس فكره الخوذ المعروفه والتقليديه، ولكن كمان ممكن تفك. انت عارف ان الفك ده البلاستيك ده ممكن تفكه من هنا ويبقى الاتنين دول يتشالوا، وتبقى الخوذه دي خوذه هاف. يعني لو انت عايز تلبسها بقى على نظاره شمس وتبقى الكروزر والجو الناس الرايقه دي، فهي خوذه ليها اكتر من شكل بصراحه، يا اما فول فيس يا اما ممكن تفتحها كده زي الموديلر يا اما تخليها هاف. فبصراحه شكلها حلو. ايه رايكم؟ طيب هي الفكره العامه اصلا للخوذه دي يعني فكره ان انت تبقى ماشي لابس حاجه مختلفه وجديده وملفته. انت ساعات في ناس كتير تركب موتوسيكلات جامده جدا، هارلي عليه اير براش بقى وحاجات ريس، اي حاجات من دي، بتبقى عايزه الهدف الاول من الخوذه هو الشكل الحلو اللي مكمل الستايل بتاعها. فالخوذه دي ماشيه مع الموضوع ده، وفكره جديده جدا عن الخوذ العاديه وغيره ان انت تلبسها. فلو انت بتدور على الهدف ده، هي الخوذه دي بتاعت كده بس يعني. فبصراحه هي فكره مجنونه، احنا اشتريناها من وسط الحاجات اللي جبناها. هل هي مريحه ولا لا؟ بصراحه يعني انا كنت متوقع ان هي مش مريحه، ولكن بصراحه طلعت مريحه. التبطين بتاع الخوذه دي من جوه حلو، فهي كراحه مريحه، بس طبعا مش هتبقى برضو زي راحه الخوذ اللي هي ملهاش شكل زي ده. يعني لو لبست خوذه فول فيس بقى شكلها العادي بتاعها، يعني هتلاقيها ممكن تكون اريح طبعا واظرف شويه على الطريق. بس اهم حاجه اللي عايز يشتريها برضو عايز عشان الشكل. يعني انا عندي اكتر من خوذه، يعني اكيد اي ايفنت هلبس الخوذه دي بصراحه. الخوذه دي يا جماعه بقالي مثلا 3 4 ايام بلبسها، وبصراحه كنت متوقع ان هي هتكون مزعجه جدا لان ما فيهاش ديناميكيه هوائيه، بس بصراحه لقيت حاجه كده جت بالصدفه. انا مقاسي اكس لارج وجبت دي لارج. عاملين حاجه حلوه هنا ان هي صحيح ضيقه عليها شويه، بس زي ما تقول شايفين التبطين الكبير اللي محطوط هنا على شكل دايره، عامل زي السماعات اللي بتلبسها اللي فيها كتله دايره، بتقفل على ودنك فبتمنع الهواء او الصوت انه يدخل. فبصراحه يعني هي مش بتعزل الهواء، بس التبطين اللي جوه هو اللي بيعزلك. فبصراحه كانت يعني هاديه جدا على الطريق يعني. طبعا انا بعد ما اشتريت الخوذه دي اكتشفت ان مومو ريسنج عاملين مسابقه في الايفنت بتاع ايزي بايكر اللي جاي يوم 21 اكتوبر 2022. المسابقه دي انك ممكن تاخد الخوذه دي هديه لو شاركت ولعبت لعبه كده بسيطه جدا. فادخلوا العبوا يمكن تكسبوها، وانا ادخل العب يمكن اكسب واحده كمان. فموضوع ظريف. قولوا لنا كده على الابلكيشن ده عايزين تعرفوا ايه اكتر، لان بصراحه انا شكلي اشتري من الابلكيشن ده حاجات كتير جدا استعرضها لكم، سواء بقى في الكهرباء والاكسسوارات والخوذ، حاجات كتير جدا محطوطه عليه. ممكن لو حد محتاج قطع غيارها هيلاقيها على الابلكيشن ده.
قولوا لنا محتاجين تشوفوا ايه الفتره اللي جايه ونجربه لكم، عشان دي بصراحه من الحاجات الناس كتير جدا قالت لي ايه ده وريني خوذه الايرون مان دي كده تاني.